إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. بعد إعلان نادي بريست الفرنسي فسخ عقده بالتراضي مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي، قام مستعملو وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بشن هجمات بأعداد كبيرة على إلغاء متابعة صفحات النادي الفرنسي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما حدث معها قبل 6 أشهر عندما كان يتابعها 150 ألف شخص فقط من عشاق النادي. وبعد التحاق الدولي الجزائري يوسف بليلي بالنادي، تحولت في غضون يومين إلى صفحة مليونية، وها هي اليوم تفقد 1000 متابعة كل دقيقة بعد إعلان النادي خبر فسخ عقده مع يوسف بليلي، ويرجح أنها ستعود إلى ما كانت عليه في السابق بعد عدة أيام. وفي لقطة طريفة قامت الصفحة بنشر صورة اللاعب الجزائري الآخر هاريس بالقبلة التي ينشط في صفوفها، عندما لاحظوا أن متابعين الصفحة يقومون بإلغاء اشتراكاتهم بشكل كبير في محاولة لاستعطاف الجماهير الجزائرية، والذين يمثلون 80% من إجمالي المتابعين. ومع ذلك تتواصل عملية إلغاء الاشتراكات لأن أغلبية المشتركون سجلوا الإعجاب بالصفحة من أجل نجمهم يوسف بليلي، في انتظار المحطة القادمة لابن مدينة وهران، والمرجح أنها ستكون في الدوري القطري.